بيجي الشهر يظبط حاجات كتير. ده يوم كل الناس بتبقى مبسوطه فيه. زي ما شفت الاجواء حلوه جدا النهارده، تعاون هم ازاي يتعاملوا في الحياه العمليه، مبسوط كله فرحان. يوم كلنا بنتعب فيه. كلنا بنحاول نعمل خير في رمضان، بس تعرف توصل الخير ده لاكتر من 700 بيت في القرى اللي محدش بيعرف يوصل لها. خلوني اخدكم معايا في الرحله ونبدا بالمرحله الاولى، التعبئه. التعبئه في المرحله الاولى بتكون للمكرونه والرز والبقوليات. تاني مرحلة وهي المرحلة الكبرى، دائرة المكونات، وهتفهموا كمان شوية هي ليه اسمها دايرة المكونات. دي مرحلة دايرة المكونات لأن كل واحد بيلف في دايرة منظمة عشان ياخد كل المكونات بالترتيب، والمكونات هي البقوليات والرز والمكرونة اللي تم تعبئتهم في المرحلة الأولى، زائد سمنة وزيت. لو مستغربين كل الفيديوهات اللي بتشوفوها دي منين، فهي من يوم تعبئة شنط رمضان لمبادرون. وفي الحقيقة أنا متطوعة بقالي 2 سنين مع مبادرون، بحضر كل الإيفنتس والقوافل، فده واحد من الإيفنتس اللي احنا بنعملها. باذن الله هتروح في قرى فقيره جدا، الفيوم وبني سويف والمنيا وملاوي والعياط والصف، كل القرى دي هتاخد ان شاء الله. ودلوقتي نيجي للمرحلة النهائية، وما تنسوش إن في مفاجأة في الآخر. يعني الاجواء والروح فعلا، يعني الروح في مبادرون مختلفه، وبصراحه يعني الناس بتحسها عيله واحده. يعني فعلا انا حاسه ان كلنا كده ايد واحده، وبيدي فعلا جو رمضان قوي كده. فالحمد لله يوم كل الناس بتبقى مبسوطه فيه. كله بيشارك كده بقلب، ومحدش بقى جاي اللي هو يلعب او كده. انا مبسوطه جدا جدا جدا. الايفنت ده حلو قوي للسن الصغير، عشان فعلا انا جيت لقيت اطفال كتير قوي ما شاء الله بيساعدوا وكده. الموضوع سهل، مثلا احنا دلوقتي بنعبي الرز والمكرونه والكلام ده. من اكبر سن من الجد والجده لحد الاطفال والجيل الثالث بتاع مبادرون. الموضوع حلو للسن الصغير، وفعلا بيعلمهم التعاون، هم ازاي يتعاملوا في الحياه العمليه. الصراحه حلو قوي للسن الصغير. ده بصراحه مهم قوي في اي جمعيه خيريه او كده، ان هي يبقى الناس فعلا جايه تشتغل بجد، وانها عارفه الهدف بتاعها. ودلوقتي وصلنا لواحده من جوائز اليوم، فطير مشلتت من الصعيد. وكمان كان عندنا منافسه بين قريتين، بني سويف ومش عارفه التانيه ايه، فهنسميها اكس. مين الفطير بتاعه هياخد سكور اعلى. مش هنعمل النهارده. يلا يا بنتي بزيت قوي. عايزين خطير. من هنا دي تجيب نصها من دي. الفيديو ده هدفه انه يوري لك ان ايا كان انت بتعمل الخير ده لمين وازاي، في جوانب تانية ممكن انت ما تكونش واخد بالك منها، زي ان انت فعلا بتتبسط، بتتعرف على اماكن جديده، بتكتشف نفسك، وكمان يمكن تعمل صحاب. كده الفيديو يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم ويكون حمسكم ان انتوا تبقوا جزء من الخير. كمان ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه عشان تشوفوا فلوجز متنوعه، ازاي تتعلموا اللغات من البيت، وازاي تتطوعوا وتسافروا بره باقل تكلفه.